السلام عليكم. تخيل معايا كده لو انت عندك القدرة ان انت تسافر عبر الزمن، ترجع تشوف الماضي او تنط تبص على المستقبل، تغير حاجة حصلت او تكتشف حاجة لسه ما حصلتش. فكرة رهيبة مش كده؟ السفر عبر الزمن دايما كان حلم البشر، من روايات الخيال العلمي لقصص في الافلام. الفكرة مسيطرة على خيالنا، بس السؤال الحقيقي هو ليه احنا اصلا ما بنسافرش عبر الزمن؟ هل ده فعلا مستحيل ولا احنا لسه مش عارفين الطريقة؟ النهارده في فضفضة هنتكلم عن السفر عبر الزمن، وهنحاول نجاوب على السؤال ده مع بعض. قبل ما نسأل ليه ما بنسافرش عبر الزمن لازم الأول نفهم الزمن نفسه. الزمن بالنسبة لنا هو حركة مستمرة من الماضي للحاضر للمستقبل، لكن هل الزمن خط مستقيم ولا ممكن يكون حاجة مرنة زي المطاط نقدر إننا نتحكم فيها؟ في الفيزياء عندنا النظرية النسبية لأينشتاين، قالت إن الزمن مش حاجة ثابتة لكنه مرتبط بالمكان وبيتحرك معاه في نسيج واحد اسمه الزمكان. ده معناه إن الزمن ممكن يتأثر بحاجات زي الجاذبية والسرعة. طيب لو الزمن مرن ليه ما بنقدرش إننا نسافر فيه؟ في الحقيقة السفر للمستقبل مش مستحيل تماما. النظرية النسبية بتقول إننا لو اتحركنا بسرعة قريبة من سرعة الضوء الزمن هيعدي علينا أبطأ من الناس اللي على الأرض. ده معناه إنك ممكن تسافر لمستقبل الناس وإنت في مركبة فضائية سريعة جدا. مثال على كده، تخيل إنك ركبت مركبة بتتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء لمدة سنة. لمعلوماتك بس سرعة الضوء بتساوي 300 ألف كيلو متر في الساعة، فمش هتعرف إنك تتخيلها حتى. لما ترجع الأرض ممكن تقول مرت سنين هنا وأنت حاسس إنك غبت سنة بس. ده بيسموه تمدد الزمن، وده مش خيال علمي، ده شيء مثبت فيزيائيا. أما لما نيجي للسفر للماضي هنا الموضوع بيزداد تعقيد. لو افترضنا إنك قدرت إن أنت ترجع فعلا للماضي، السؤال هو هل هتقدر إنك تغير الأحداث اللي حصلت؟ هنا بتظهر واحدة من أشهر المعضلات في السفر عبر الزمن، اسمها مفارقة الجد. نظريات الجد بتقول بكل بساطة، تخيل إنك لو رجعت للزمن وقتلت جدك قبل ما يتجوز، طب لو جدك مات إزاي أنت أصلا اتولدت؟ ولو أنت ما اتولدتش يبقى مين اللي رجع للماضي وقتله؟ التناقض ده بيخلينا قدام لغز معقد. هل الماضي ثابت مش ممكن تغييره، ولا احنا بنخلق واقع جديد كل مرة نحاول نغير حاجة؟ بعض العلماء والمفكرين قالوا إن الكون ممكن يمنعك تلقائيا من خلق أي تناقض. يعني لو رجعت للماضي حد يقتل جدك الكون هيعمل أي حاجة تمنعك من تنفيذ ده. يمكن المسدس يعلق، جدي يهرب، ممكن يحصل أي حاجة تمنعك من تغيير الأحداث. لكن في نظرية تانية بتقول إنك لو قدرت تغير حاجة في الماضي ده مش هيأثر على المستقبل اللي جيت منه، لأنك هتخلق خط زمني بديل أو واقع موازي. يعني بمجرد ما تغير حاجة هتنتقل لنسخة تانية من العالم، والنسخة الأصلية هتفضل زي ما هي. طبعا معضلة الجد مش النظرية الوحيدة اللي بتواجهنا، لكنها أكتر واحدة بتخلينا نفكر في صعوبة السفر للماضي. العلماء بيقترحوا فكرة الثقوب الدودية كطريقة ممكن تتجاوز القوانين دي، لكنها مجرد افتراضات لحد دلوقتي. لو الثقوب دي موجودة فعلا يمكن تبقى حل لمسألة السفر عبر الزمن، أو يمكن نكتشف إنها مستحيلة عمليا. في الخيال العلمي السفر عبر الزمن بيتم دايما عن طريق حاجة اسمها الثقب الدودي. الثقوب الدودية هي ممرات افتراضية بتربط بين نقطتين بعيدتين جدا في الزمكان. الفكرة إنك لو دخلت من طرف هتطلع من الطرف التاني سواء في الماضي أو المستقبل. بس للأسف دي مجرد نظرية لحد دلوقتي، ومفيش دليل على وجود الثقوب الدودية دي. ولو موجودة احنا مش عارفين ازاي نستخدمها، لأن الطاقة اللي محتاجينها للتحكم فيها ضخمة جدا. فيلم باك تو ذا فيوتشر مش بس فيلم ممتع عن السفر عبر الزمن، لكنه كمان بيطرح أسئلة فلسفية عميقة بتخدم فكرة فيديو النهاردة، زي إننا ليه ما بنسافرش عبر الزمن. فيلم بيستعرض ببراعة التحديات اللي ممكن نواجهها لو قدرنا فعلا نرجع للماضي أو نروح للمستقبل. واحدة من أبرز النقط اللي بيطرحها الفيلم هي فكرة تأثير أي تغيير بسيط في الماضي على المستقبل. لما مارتن سافر للماضي تصرف واحد غير متعمد كان هيمحي وجوده بالكامل، لأن أثر على الطريقة اللي قابل بيها والديه بعض. ودي معضلة حقيقية في السفر عبر الزمن. هل إحنا قادرين نغير الماضي فعلا، ولا أي محاولة للتغيير ممكن تبقى كارثية؟ والفيلم كمان بيستكشف معضلة تانية، لو قدرت تروح للمستقبل وتشوف حياتك هل ده هيغير طريقة تعاملك مع الحاضر؟ هي دي المشكلة الحقيقية للسفر عبر الزمن، اللي خلى الفكرة تخيلية أكتر من إنها قابلة للتنفيذ. إحنا كبشر مش مهيئين نتعامل مع النتائج اللي ممكن تحصل لما نلعب في تسلسل الزمن. السؤال هنا مش بس علمي، السفر عبر الزمن ليه جانب فلسفي كمان. لو قدرنا نسافر عبر الزمن هل إحنا مستعدين نتحمل العواقب؟ تخيل كمية الفوضى اللي ممكن تحصل لو الناس رجعوا وغيروا أحداث في الماضي. أو تخيل لو عرفت مستقبلك هل هتعيش حياتك بنفس الحماس ولا تحس إن أنت عارف النهاية فمفيش داعي إنك تسعى. هي الإجابة القصيرة إحنا لسه ما نعرفش. الفيزياء بتقول إن السفر للمستقبل ممكن نظريًا لكنه صعب عمليًا. أما السفر للماضي فمليان مشاكل وتناقضات بتخليه شبه مستحيل. لكن البشر دايمًا عندهم شغف لاكتشاف المستحيل. يمكن في المستقبل نلاقي طريقة، يمكن الزمن نفسه يبقى حاجة نفهمها أكتر. وفي النهاية السفر عبر الزمن بيخلينا نسأل أسئلة أعمق عن حياتنا.
هل الزمن مجرد أداة بنقيس بيها الأحداث ولا هو جزء من طبيعتنا كبشر؟ ومهما كانت الإجابة خلينا نفكر إن الوقت اللي بنعيشه دلوقتي هو أثمن حاجة عندنا. استغلوا كل لحظة وعيشوا الحاضر بأفضل شكل. واستنوني في الفيديو الجاي من الفضفضة عشان نسأل أسئلة جديدة ونفكر مع بعض. متنساش تشترك في القناة ودوس لايك، واستنى الفيديو الجاي بكرة هنجاوب على سؤال جديد. بس كده كان معكم أنا أحمد، ودي فضفضة.